السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واخر فيديو في سلسلة اسانسير بعنوان نوستالجيا. هشرح لك خدعة انا بحبها قوي لان هي عزيزة قوي كده على قلبي وبتفكرني بالماضي. فتعال نشوف الخدعة بعد كده نشوف الشرح. اول حاجة بتجيب الكوتشينة تفنطها وتطلب من الشخص اللي قدامك يفنطها لو حابب. بعد كده تطلب منه ان هو يختار اي كارت، ونفترض مثلا اختار الكارت ده اللي هو 9 سبيدز. هاخد التسعة دي اهي زي ما انتم شايفين واقول له دوس عليها، حطها على الارض واخليه يدوس عليها. وهنا انا عندي مثلا 5 دايموندز، تمام. هعمل ايه؟ هعمل كده 1 2 3، هلاقيها اتحولت ل9 سبيدز. غريبه، هي كانت تحت رجله. اقول له طيب فكر في اي كارت انت عايزه. ونفترض مثلا قال لي 2 كلوبس مثلا. خلاص، هعمل بس كده تحت رجله، هلاقي ان الكارت اللي بالفعل كان تحت رجله هو ال2 كلوبس. كارت واحد كان تحت رجله. دي كانت الخدعه، ويلا بينا نشوف الشرح. اول حاجه بتفنط الكوتشين عادي، بتخلي الشخص يختار اي كارت، ونفترض اختار الكارت ده. بسحب الكارت وبخليه يحفظه، ووقت ما هو بيحفظه بسحب اول كارتين واقلبهم كده واحط تحتهم بريك. خلاص، بعد ما هو يشوف الكارت بحط الكارت بالشكل ده كده، الكارت المختار اهو. ولما باجي اقلب الكروت كلهم بيبقى الكارت المختار 9 كلوبس وفوقه 2، تمام. فده تريبل ليفت مش دبل ليفت. بعد كده بنزل اول كارت على اساس ان هو 9 كلوبس، بس هو كارت عشوائي تماما. وبعد كده باخد الكارت اللي عليه الدور اللي هو كارت عشوائي برضو. طبعا الكارت ده تحت رجل الشخص، برميه على الارض واخلي الشخص يدوس عليه. باخد ده، بعمل حركه الكليب شيفت، هتلاقيها عندي هنا في القناه. ولو انت بتتفرج من الويب سايت هتضطر تدخل بقى على اليوتيوب بتاعي من القناه، وانزل تحت في فيديوهات الشرح هتلاقي شرح خدعه تغيير الكارت، انا شارحها يعني اهي بالظبط. تلاقي الكارت اتغير للكارت اللي المفروض تحت رجله. طيب دلوقتي هتقول له فكر في اي كارت، ونفترض مثلا قال لك 5 كلوبس اهي. كل اللي عليك تعمله انك هتخلي ال5 اول كارت، تقول له شيل رجلك، تمسك الكارت من تحت رجله وتعمل بريك على اول كارت بالشكل ده. تحط الكارت اللي هو العشوائي اللي انا معرفوش، وتعمل بقى دبل ليفت، تقول له فعلا الكارت اللي تحت رجلك نفس الكارت اللي انت فكرت فيه اللي هو ال5 كلوبس. لو عايز تنهي الخدعه كلين يعني من غير اي شكوك او غير اي حاجه شكلها غريب، هتعمل كده كده كده. انا حطيت الكارت المختار، او سوري الكارت اللي كان فوق ال5 بشكل صايع شويه او كده. ممكن تعمل كده بعد كده بالجنب اهو كده. وفي طريقه تانية هي ان انت وانت عامل دبل ليفت بتشيل خالص الدبل ليفت وتعمل كده بس على اول كارت، وبعد كده تمسك اول كارت وتقلب ايدك تحطها على الطاوله وكده بقى كارت واحد على ما الناس تشوفه وتتاكد منه. هتاخد انت الكروت، لو انت قاعد على ترابيزه مثلا هتنزل بس ايدك تحت وتعمل كده. انتهى. في فاريشن تاني من الخدعه هشرحه لكم دلوقتي، وهو ان انت بتخلي الشخص الاول يفكر في كارت. ونفترض مثلا قال لك ايس سبيدز، فكل اللي عليك تعمله انك هتمشي على الكروت تشوف فين الايس سبيدز. ماشي اهو تمام. وبخليه اول كارت بالشكل ده، تمام. بعد كده اقول له طب تمام، ده الكارت المفضل بتاعك صح؟ هيقول لي اه. اقول له تمام، اختار اي كارت. ونفترض مثلا اختار الكارت ده، وبكمل الخدعه على نفس السيناريو. بقلب اول كارتين العكس، تمام. بعمل بريك، اخليه يشوف الكارت بتاعه، بحطه على الكارتين واقلب كده. انا بحط الكارت اللي فوق على اساس ان هو 7 سبيدز، بس هو الكارت المفضل بتاعه 8 سبيدز. بعد كده اخد كارت تاني شويه، اقول له بص هعمل كده، هلاقيه اتحول ل7 سبيدز. برضو الحركه دي يا جماعه انا شرحتها عندي في القناه، هتلاقوها في فيديوهات الشرح. وارجع هقول له اتحول ل7 سبيدز. طب يا ترى ايه الكارت اللي تحت رجلك؟ انت قلت لي ايه الكارت اللي بتحبه؟ هيقول لك ايس سبيدز. قول له شيل رجلك واقلب الكارت من تحت رجله، هيلاقيه ايس سبيدز. فدي فاريشن تانية، بدل مثلا ما تقول له ايه الكارت اللي انت بتحبه، بعد كده تمشي على الكروت تخليه اول كارت وتعمل بقى دبل ليفت وبتاع. فانت من البدايه تعمل الحركه دي بس يا جماعه. وبكده تكون انتهت سلسله اسانسير باخر فيديو النهارده بعنوان نوستالجيا. والفيديو ده عجبك اعمل لايك وسبسكرايب لو انت على يوتيوب، ولو انت بتتفرج من على الويب سايت ممكن برضو تبعت لي الريفيو بتاعك على الواتساب، هتلاقيه في الخانه بتاعت كونتاكت اس. وما تنساش تبص على البرودكتس لو انت برضو على الويب سايت، هتلاقي خدعه احترافيه مدفوعه لو حابب تعلي شويه من الليفل بتاعك في الماجيك وتنقل الماجيك بتاعك لحته تانية خالص. اتمنى تكون السلسله عجبتكم. ما تنساش تتفرج على باقي فيديوهات السلسله وتشوف باقي السلاسل، سر الصنع، قرار تشريح، ودون جوان. برضو تشوف الاذر فري توتوريالز اللي هم فيديوهات الشرح السنجل او المنفردين. بس كده اشوفكم في سلاسل تانية كتيره وفيديوهات تانية كتيره. بحبكم جدا. سلام.